صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا صباح الورد والفل والياسمين وصباح كل حاجة حلوة. النهاردة ان شاء الله روتين جامد جدا، ولكن اختصرت فيه حاجات كتيرة جدا بصراحة، لان كان اليوم مضغوط قوي عندي النهاردة، فقلت اجيب لكم كده مختصر مفيد. اول حاجة اللي انا عارفة ان انتوا هتستفادوا منها، نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مبدئيا كده هنعمل شويه كوماك حلوين قوي، وانا عملته ونزلته معاكم اكتر من مره قبل كده، ودايما الفيديوهات المنفصله او بصوره واضحه بنزلها على صفحه الفيسبوك. خلاص، هنعمل هنا شويه كوماج. عندي هنا حوالي كيلو ونص من الدقيق، عامله كميه كبيره شويه نفطر بيها مع شويه حاجات حلوين كده، والباقي طبعا هفرزه بينفع لاوقات كتير بعد كده. جبت هنا كيلو ونص من الدقيق، وهشتغل باللبن الرايب. للناس اللي بتخاف ان هي تشتغل باللبن الرايب، بالعكس اللبن الرايب ممتاز في المخبوزات والمعجنات، بيخليها هشه وطريه جدا. جبت هنا الدقيق وحطيت عليه شوية من الملح، وبعد كده جبت طبق وحطيت فيه معلقتين كبار من الخميرة. عايزاه يشتغل معايا او يخمر معايا في اقل من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، عشان انا عاوزاه طبعا. عارفة ترى انا كنت صاحية بدري جدا، وهعمل الكوماك ده عشان نفطر، لان طبعا ان شاء الله هنتغدى مع المغرب او هيبقى عشاء، فانا عاملاه فطار بغدا، والعشاء ان شاء الله اعمله براحتي اخر النهار ان شاء الله. خلاص، وصلت الرؤية يعني. عملت هنا الكوماج. لو عايزه الكوماج يجي معاكي بسرعه او اي مخبوزات، طبعا نكتر الخميره شويه، وكمان لما تيجي تشتغلي باللبن او الميه طبعا يكونوا طبعا دافيين معاكي عشان يشتغلوا معاكي ويخمروا معاكي بسرعه. عايزه اقول لكم الكوماج ده ما خدش معايا اكتر من ربع ساعه خمر، وكنت عامله يعني كنت صاحيه حوالي الساعه 7، كنت الساعه 8 مخلصه طبطيت وكل حاجه في الدنيا، ما خدش معايا اي وقت خالص. عجنته بقى، واهم حاجه عشان يطلع معاكي هش وطري لازم تلتيه وتفرديه كويس جدا جدا، لان اللي اهم من الخامات نفسها تحضيرها، يعني تحضريه كويس وتلتيه كويس وتديله حقه كده في اللت. زي ما انت شايفه بالشكل ده، العجينه بقت معايا حلوه جدا عامله زي الملبن. هحطها كده في الطبق واسيبها لما تخمر. بقول لكم مش هتاخد معايا اكتر من 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير. خدت تحديدا بالظبط معايا 12 دقيقه، لقيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه؟ حاطه معلقتين كبار من الخميره، وكميه الدقيق طبعا مش كتير. خلاص، ده المقصود يعني. بعد ما اختمر معايا جبت هنا صينيه واقرصه بقى الحجم بقى اللي انت تفضليه. قرصي التقريصه بتاعتك على قده، بس طبعا كل ما كانت الكماجه صغيره او اي مخبوزات عموما بتكون صغيره بتقدري تتحكمي فيها، تبططيها، تفرديها، لكن لما بتكون كبيره بتتبهدل منك. خلصت كل الكميه بالشكل ده، وطبعا عندك كمان صينيه قد دي صغيره تانية. هنغطيه بقى ونسيبه مش اقل من 10 دقايق لحد ما يرتفع، او على حسب ما يرتفع، مش شرط 5 دقايق 10 دقايق، على حسب ما يرتفع معاك. تعالوا هنا بقى نعمل سلطة البتنجان بطريقة سهلة. طبعا انا بجهز كل ده، مش هياخد برضو مني اي وقت خالص، على ما يرتفع وارجع ابططه معاكم ان شاء الله. جبت هنا حوالي 3 فصوص من الثوم، وحطيت عليهم كده شوية من الفلفل الحراق، حراق جدا، فانا حاطه نص قرن واحد بس. وبعد كده نزلت بمكعبات الطماطم، ملح مبهر، شوية من الكمون وشوية من الكزبرة، مش اكتر من كده. واديلها بقى تقليبة واغطيها واسيبها لما تستوي خالص. بعد ما استوت معايا بالشكل ده، زي ما انتم شايفين كده استوت معايا وبقت صلصة عادية خالص. عندي هنا كنت محمرة قطع بتنجان كده وعليها فلفل، وممكن كمان تضيفي عليها مكعبات بطاطس. وانزل بقى هنا على الصلصة بتاعتي بالشكل ده. بصوا هنا بقى احلى ريحة. انا من عشاق سلطة البتنجان دي بصراحة، بتكون لذيذة ومشبعة وبتفتح النفس كمان. عندي هنا حوالي 4 معالق كبار كده من اللحمة المفرومة، كنت عاملة بيتزا فشلت منها كده شوية على جنب. هنا الفكرة بقى لما تيجي تعملي مثلا صينية مكرونة، صينية بيتزا، اي حاجة من دي، شيلي معلقتين. تيجي تعملي صينيه مسقعه، حبه باميه، اي حاجه من دي، شويه سبانخ تضيفي عليهم بقى، بتدي لها طعم وريحه ونكهه حلوه قوي. هسيبها بقى لما تفك كده، وزودتها حوالي نص كوبايه من الميه، واسيبها بقى تستوي. تعالوا هنا بقى نعمل الكوماج. خلاص كان خد معايا حوالي 5 دقايق مش اكتر.
لقيته خلاص حجمه زاد، وبصوا من غير مكنه ومن غير اي حاجه ببططه بالشكل ده، والسمك اللي انتوا شايفينه ده مش اقل من نص سنتي. ما ترققيش قوي عشان يديكي قلب ويكون هش كده ومليان كده من جوه. شايفين بمنتهى السهولة والبساطة. طبعا انا كنت عملته بنفس الطريقة قبل كده باللبن الرايب للناس اللي بتخاف منه. بصوا حاجة وهم كده في المعجنات والمخبوزات اللبن الرايب. في ناس كتير بتقولك بتحروق وش العيش او الكماج. لا خالص خالص، الحروقة دي بيكون ناقص خمر ناقص رفع، ما بيكونش خد حقه لا في العجن ولا في التبطيط ولا في اي حاجة. لكن ملوش علاقة باللبن الرايب خالص. من احلى واجمل الحاجات اللي انت ممكن تعجني بيها هي والشرش بتاع اللبن كمان على فكرة. خلاص خلصت الكمية بالشكل ده. احطه هنا على صينية على مشة نظيفة كده، واغطيه للمرة التانية واسيبه يرتاح، وبعد كده اطلع اخبزه بقى. مش هياخد معايا اي وقت. طبعا انا بخبزه في الصينية زي ما انتم متعودين معايا علشان عرصة الفرن ما تبهدلوش، يكون شكله حلو، لان عرصة الفرن كمان بتنشفه. فلما تيجي دايما تسويه في صينية وحطيه. هسيبه بقى هنا يرتاح او يتضاعف حجمه تاني. وتعالوا هنا بقى نشوف المسقعه بتاعتنا او سلطه البتنجان. بصوا يا جماعه ريحتها بجد خطيره تحفه. انا اكلت منها اكتر من حبه وانا واقفه كده. بصوا من غير عيش ومن غير اي حاجه خالص، ما شاء الله عليها ريحتها حلوه قوي. والفلفل الحراق كمان عاطلها طعم حلو جدا. ملكوش دعوه طبعا بالخنفان اللي انا فيه، عندي برد بقالي 10 ايام يعني بيروح ويجي معايا كده. المهم بعد كده حمرت هنا برضو شويه بطاطس زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واسيبها بقى كده وانقلها على العين التانية. وتعالوا هنا بقى نعمل شوية فول بالطماطم، برضو حلو جدا ومشبع جدا للفطار. طبعا انا مزودة شوية سواء في سلطة البتنجان او في الفول. خلاص بناخد اللي بناخده بنفطر بيه. خليكي ذكية برضو في حاجة زي دي. مش كل يوم هتعملي فطار ومش كل يوم هتجهزي عشاء والحاجات دي، لا زودي شوية طبق زيادة، وفي حافظة او في علبة بغطا كده، وحاجة تكون مش بلاستيك. ما تحطيش اي اكل في بلاستيك وتدخليه التلاجة خالص. حتى لو باقي معاكي شوية رز ما تدخليش في بلاستيك. خلاص، حاجة ازاز او حاجة صاج او حاجة ستيل. خلاص، وبلاش الالومنيا كمان. وبحطها بقى في التلاجة، طبق فول زيادة، طبق مسقعة زيادة، حد يتعشى تاني يوم نفطر بيه، وهكذا. في نفس الوقت اقتصاد. تاني حاجة بتوفر عليك انت وقت ومجهود. خلاص، حطيت هنا بقى برضو شوية من الزيت وعليهم طماطمية مكعبات و نص قرن فلفل حامي برضو زي ما انتم شايفين كده، واديهم تشويحه لحد الطماطم بتاعتي ما تستوي معايا. وقبل ما تستوي نزلت هنا بفص واحد بس من الثوم، قطعته يكون ني كده، بتكون ريحته قويه بيديني نكهه حلوه قوي للفول. واسيبه برضو يستوي بالشكل ده. وطلعه فول متفرز، انا بعمله في البيت وبفرز. وطلعت الكيس وسبته يفك معايا كده. حتى انا لما حطيته كده في الفول كان لسه متلج معايا شويه، فهو فك من حراره الطماطم يعني. اديته تقليبه. طبعا حاطين التوابل، هزود هنا كمان شويه من البهارات المشكله، طبعا فيها كل حاجه، اللي هو الملح المبهر زي ما انتم شايفين كده. شكله ما شاء الله حلو جدا وطعمه كان خطير بجد. شويه بقى زيت زيتون على الوش حلو قوي، شويه من الزيت اللي احنا عاملينه مكان البطاطس ده برضو حلو جدا. كله ماشي وكله حلو. شايفين شكله حلو ازاي؟ طبعا انا ببقى عيناه ومفرزاه متصفي من اي قشر ومن اي بذور، ما بحبوش بالقشره اللي بتكون في دي. بعد كده بقى بعد ما خلصت وجهزت فطاري وكله تمام، طلعت بقى هنا على الفرن، خبزت الكماج بتاعي في الصينيه زي ما انتم شايفين. طالع معايا ما شاء الله الله اكبر زي الفل. دي يا جماعه نتيجه اللبن الرايب للناس اللي بتخاف منه. ولا وشه مبربق معايا ولا اي حاجه. دي يمكن انا محمراه زياده شويه، يعني بنحب الوش يكون احمر زياده شويه. شايفين الطراوه اللي فيه؟ اظن مفيش احلى من كده. تقلقيش ابدا، دوسي واعملي وانت قلبك جامد. جهزت هنا الفطار زي ما انتم شايفين كده. عملت طبق الفول وطلعت حته جبنه قديمه، وعملت كمان المسقعه وبطاطس محمره، شويه عسل بقى، الجوده بالموجود، وربنا يجعل بيوت المحسنين عمار يا رب. بلح اسمر اللي موجود عندي بقى في التلاجة انا طلعته، او اللي انا عارفه ان هم هياكلوه. حلاوه طحينيه بقى، مربات، كلام من ده يعني، مش قوي يعني، بظروفها لو كلوه. حته جبنه بيضه وحته مخلله، ما طلعتش، قلت كفايه الجبنه اللي هي الحادقه دي، وحلوه قوي والف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. طبعا معايا بقى لما لاخر النهار على مفكر ان انا اعمل الغدا. انا كنت جايبه سمك امبارح من الخميس فما عملناهوش امبارح، فنضفته وحطيته كده في الحافظه واسيبه بقى. تعالوا هنا بقى نعمل صينيه كنافه بالمكسرات. خلاص، احلى كنافه ممكن تعمليها وتتشرفي بيها وتنجح معاكي من الهوا كده.
مبدئيا هنا انا عملت الشربات، ولكن المقطع ده اتحذف. انا هقول لكم انا عملت ايه. الحله اللي انتوا شايفينها دي فيها كوبايتين من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، عصره نص ليمونه، وظرف من الفانيليا. قلبت كويس السكر مع الميه ورفعتهم على النار بالشكل ده، وسبته حوالي 7 ل 8 دقايق على النار. خد يعني قعد يغلي معايا بالشكل ده لمده 7 8 دقايق، وبعد كده شلته من على النار وسبته لما برد. بدات بيه طبعا الاول علشان شربات الكنافه بيكون تقيل وبارد، بيكون تقيل بارد. تعالوا هنا بقى للكنافه. وفي حاجه مهمه جدا عايزه اقول لكم عليها للناس اللي الكنافه بتطلع معاها ناشفه او بتطلع معاها مش طريه. السر هنا بقى في الكنافه نفسها. لما تيجي تجيبي كنافه، هاتي الكنافه اللي بيكون الشعر بتاعها يكون رفيع قوي، ما تجيبيش الكنافه اللي بيكون الشعر بتاعها تخين. دي مهما تديها كميه سمنه ما بتشبعش سمنه، وبتطلع معاكي في الاخر ناشفه. شايفين الرفع بتاع الكنافه؟ طبعا الكنافه دي انا جايباها من عند اميره ام سيف، حاجتها ممتازه جدا، وكل شغلها في الكنافه الجلاش حاجتها ممتازه جدا الصراحه. ربنا يبارك لها يا رب ويحسن ما بين ايديها، اللهم امين. شايفين بعد كده بعد ما فرفضتها في الكيس، انا فرفضتها في الكيس طلعتها من التلاجة وهي في قلب الكيس عشان ما تتبهدلش مني، قعدت فرفضت فيها وكسرتها بالشكل ده. بعد كده جبت 3 معالق كبار من السكر البودرة زي ما انتم شايفين كده. ممكن تستغني عنه، بس هو بيدي تحميرة حلوة قوي للكنافة، بتاخد لون بسرعة، ما تاخدش معاكي وقت في الفرن يعني. واقلب بقى الكنافة مع السكر بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنا 3 معالق بالظبط، ممكن تحط 2، ممكن ما تحطيش خالص لو انت يعني هتطولي بالك عليها شوية في الفرن، مفيش اي مشكلة. لو مش موجود متوفر حطيه وخلاص. يبقى هنا نص كيلو الكنافة بياخد كوباية كاملة من السمنة، تمام، بياخد 3 معالق كبار من السكر البودرة. تعالوا هنا بقى للحشوة اللي بتقعد لما بتيجي تعملي كنافة بالمكسرات، بتلاقي المكسرات كده بتفرفت منك وتقع منك، مش ثابتة ومش ماسكة في قلب الكنافة. تمام. جبت هنا شوية كده من السوداني ضربته في الكبة، وهنا حوالي نص كوباية ونص كوباية من مبشور جوز الهند، نص كوباية يعني حوالي 3 معالق كبار من ده و3 معالق كبار من ده. كان عندي هنا شربات في التلاجة، ده شربات تقيل زي ما انتم شايفين. هجيب هنا بقى معلقتين او 3 على حسب كمية الحشو بتاعتي، وانزل هنا بشوية كده من الشربات التقيل يمسكولي الكنافة بتاعتي، يمسكولي الحشوة في الكنافة. خلاص، هو ده السر بقى. زي هريسة احمد، زي هريسة ايه، زي كنافة احمد حسنين اللي البت اميرة بتجيبها لنا. بصراحة حلوة جدا جدا، وبجد بقعد ابص فيها كده. يعني بصوا لما تجيبوا حاجة من بره يتأملوا فيها شوية، شوفوا ايه الفرق في اللي بيجي من بره وبين اللي انت بتعمليه. صدقيني هتلاقي حاجة، اكيد هتستفادي بحاجة. بصيت في الحشو لقيت الحشو نفسه متشبع بالعسل، مش بس الكنافة اللي شاربة عسل، لا الحشو نفسه قبل ما يحشوه في الكنافة او في الهريسة او في البسبوسة بيعملوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص، دي تكة مهمة جدا لازم الواحد ياخد باله منها. خلصنا من الحشو. تعالى هنا بقى على الكنافة. عندي هنا كوباية كاملة من السمنة، سيحتها على النار، وجبت شوية كده من أرضية الصينية. أنا غالبا كنت بعمل الكنافة كنت بضيف قسمتها نصين كده الأول، وكنت دايما بجيب السمنة واضيفها على كمية الكنافة واقلبهم كده وفرفطها ببعض. بس الجو برد، عشان احط السمنة على الكنافة هتقفش وتجرمس كده وتشدد مني كده، مش هعرف افردها في الصينية. فالطريقة دي هي نفس الطريقة، ولكن خلاص هي دي بالنسبة لي انضف، يعني بتبقى مريحاني وانا بشتغل. جبت هنا بقى طبعا شوية كده في الأرضية عشان تديني لون حلو من تحت. بعد كده جبت الكنافة بتاعتي واحطها، نص الكنافة طبعا، ونص كوباية السمنة احطها كده على الوش، واضغط كويس بصينية اكبر اصغر من حجم الصينية اللي انا شغالة بيها زي ما انتم شايفين كده. وانزل بقى بنص كوباية السمنة، ممكن تحتاجي معلقتين كمان مفيش مشكلة ابدا عادي، يعني ممكن تحتاجي زيادة عن، وده اللي حصل معايا بالفعل. حطيت معلقتين كبار من السمنه فوق الكوبايه، يعني كوبايه كبيره، لان اصلا الكوبايه الحجم الكوبايه اللي معايا دي صغير، فانا بالظبط ابقى كده واخده كوبايه مليانه. جبت هنا بقى الحشو بتاعي. عايزه اقول لكم الحشو ده بعد ما حطيت عليه الشربات كنت هاكل نص بصراحه، طعمه لذيذ جدا وريحته حلوه قوي. طبعا جوز الهند في اي حاجه ريحته جميله يعني. جبت الحشوه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وفردتها كده في نص الصينيه، وانزل بقى بباقي كميه الكنافه. شايفين لا ايدي اتبهدلت ولا اي حاجه، عشان ما حطيناش السمنه على الكنافه مباشر كده. ونضغط بقى ونعمل ديسك تاني. بصوا حاجة كده ما شاء الله زي الفل. ومولعة الفرن في الوقت ده، دخلها على درجة حرارة 180 وتابعها، ما اقومش من قدامها. يعني انت في المطبخ كده، انا كنت بعمل الغدا وبعمل في الكنافة في نفس الوقت، فاهميني ازاي؟ يعني كنت بعمل الدقة بتاع السمك، بعمل سلطة، بعمل شوية رز، كل ده وانا بعمل في الكنافة على الرخامة زي ما انتم شايفين كده. يعني ما توقفيش نفسك خلاص بعمل كنافة، لا اقف محل سر للكنافة، ممكن تعملي 100 شغلة وانت بتعملي الحاجة.
فكنت بعمل الغدا وانا بعمل الكنافه. بس طبعا عشان كنت اجيب مقطع السمك ده كمان ان شاء الله ابقى اعمله وانزله معاكم بعد كده، يعني كان هيبقى الفيديو طويل جدا وكان اليوم هيكون مرهق قوي عليك. نجيب بقى باقي كميه السمنه بالشكل ده ونحطها على الكنافه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى الراحه بقى، هنا بقى الراحه، لان قبل كده كنت بحط كميه السمنه على الكنافه فراحه وكل حاجه وتكون ناجحه جدا وزي الفل، ولكن دي اسهل للناس طبعا اللي اول مره تعملها او ما بتظبطش معاها. جربيها ان شاء الله تعجبك جدا. عايزه اقول لكم نفس الكنافه اللي بنجيبها من احمد حسنين بالظبط، نفس الشكل واللون. مش عايزه اقول الطعم عشان ما بقاش بكذب، لا هي مش نفس الطعم، يعني هي فيها حاجة أكيد هم ليهم، يعني هو ربنا محلل إن هم حاجتهم تكون أحلى من أي حد عشان ده رزقهم وباب رزقهم. فهي كده ما شاء الله حلوة جدا. ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا، واللي مش هتظبط معاه المرة دي تظبط المرة الجاية، ما ظبطتش المرة الجاية تظبط المرة اللي بعدها، وهكذا لحد ما تتعلمي وتبقي محترفة في بيتك، يعني ما شاء الله. شايفه شكلها حلو ازاي؟ طبعا خدت معايا في الفرن حوالي نص ساعه يمين وشمال. بعد ما لقيتها فصلت كده من الجناب عرفت ان هي خلاص اتحمرت من تحت. اول ما تفصل معاكي من الجناب اعرفي ان هي اتحمرت خلاص. بعد كده شغلت الشوايه دقيقتين اتنين، خدت لون زي ما انتم شايفين، وبعد كده نقلبها بقى ونشوف الجمال والحلاوه. شايفين الحلاوه والجمال؟ اظن مفيش احلى ولا اطعم ولا اجمل من كده. عايزه اقول لكم الشربات لما حطيته عليها كان وصل لتحت بس مش قوي. رجعت بعد ما حطيتها كده في طبق التقديم ده، حطيت على وشها كده حوالي 3 معالق كبار من الشربات بتاعها، يخلي لي اللون بتاعها حلو جدا. عايزه اقول لكم الكاميرا بجد ظالمه لونها ذهبي وحلو قوي. شايفين شكلها ما شاء الله زي الفل. تعالوا هنا بقى نقطعها ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي، والحشو متماسك بيقع ما بيقعش. هنشوف الكلام ده دلوقتي. بصوا الحلاوه والجمال، بتدوب يا جماعه كده في البق، طريه جدا من جوه ومقرمشه من فوق ومن تحت. بصوا شايفين الحلاوه؟ طب بالله عليكم الشكل بتاعت احمد حسنين. شايفين التحمير بقى؟ على فكره ده ظهرها، يعني دي من تحت. شايفين شكلها من جوه؟ تحفه بجد، وطعمها وريحتها حاجه تحفه ما شاء الله. شايفين الشكل؟ جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. طبعا انا عملتها قبل ما نتغدى خالص لان احنا تقريبا كنا متغدين المغرب يعني. شايفين ما شاء الله؟ شايفين من جوه عامله ازاي؟ تحفه. طبعا انا بحبها رقيقه جدا، انت عايزاها تخينه او عاليه، بس هي الكنافه والبسبوسه بتكون ده الحجم الكويس بتاعها يعني. بس لو انت عايزه ارتفاعها عالي صغري طبعا حجم الصينيه، تديك ارتفاع حلو قوي، يعني ضعف دي تقريبا. شايفين شكلها من جوه؟ طريه ومقرمشه جدا جدا من بره. عايزه اقول لكم مقرمشه قوي وطريه. ابني بيقول لي ده ناشفه، قلت له لا مش ناشفه. فساعه لما فتحها كده من النص وشافها قال لي لا ده طريه قوي من جوه لكن بتقرمش قوي من بره. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. طريقتها سهله وبسيطه، سعرها ارتفع شويه، نص كيلو بقى ب15 جنيه، بس برضو اوفر من بره بكتير. هنا بقى كنت جهزت الغدا. هنا السمك المقلي بقى وجماله. شايفين السمك وحلاوته وعاملاه بتتبيله تحفه بجد. انا زعلت ان انا ما عملتهوش معاكم، لكن ان شاء الله نعمله بعد كده مره مع بعض. انا عاملاه ومنزلاه قبل كده فيديو على القناه وجايب لي مشاهده حلوه، اللي عايزه طبعا يقدر يرجع له. شايفين شكله بلونه الذهبي الجميل ده؟ مش شارب زيت خالص، وعاملاه طبعا بطريقه حلوه جدا، وحاجات مميزه كده بتخلوش يشرب معاكي زيت ولا بيخلي معاكي اي ريحه زفره في البيت وانت بتقليه، وبيكون ناشف ومش عامل زيت من تحت ولا اي حاجه خالص. زي ما انت شايف مش منزل. انا بشوف يعني سمك بيتقلي انا بلاقيه بيشرشب كده زيت منه، مش فاهمه ليه الصراحه. انا عملته بطريقه حلوه جدا ان شاء الله زي ما قلت لكم نعمله مع بعض بعد كده. جربوها. طريقة الكنافة حلوة جدا لكم جدا. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وفي رعاية الله، ومع الف سلامة.